بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة كالعادة نسبة حضور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونضغط اللايك الجميل عشان معانا ملوك البروتين وأسعار لبير التسمين والساس التسمين والأمهات والكتاكيت، وعندنا ثبات واستقرار في ملوك البروتين الاتنين لبير التسمين والأمهات، وعندنا ارتفاع في أسعار المنتجات بتاعتهم اللي هو الكتكوت. فعندنا ارتفاع في أسعار الكتاكيت ليصل سعر الكتكوت الأهالي 4 جنيه، وسعر كتكوت الشركات 5 جنيه تنفيذات. وعندنا ثبات واستقرار في باقي أسعار المنتجات لبير التسمين والأمهات والساس التسمين والكتاكيت والبيض، وكمان الرز التسمين والبلد الحر. اما عن الاعلاف ففيه هبوط في اسعار الاعلاف من 700 لحد 1000 جنيه في معظم المصانع ومعظم الشركات. فلبير التسمين اشتغل النهارده ثبات واستقرار على 43. الأمهات اشتغلت 38 وثبات واستقرار في أسعار الأمهات، وعرض الأمهات قليل شويتين. أما عن الساس التسمين فبرضه كمان ثبات واستقرار ليثبت سعر الساس التسمين على 57. الرز التسمين 59. الرز التسمين الديوك صافي ب60 جنيه والبلد الحر ب63. أما عن الكتاكيت الأهالي فمن 4 ل4.5 تنفيذات، والشركات من 5 ل5.5 تنفيذات. أما عن البيض فالبيض الأحمر اشتغل 85. البيض الأبيض اشتغل 80. البيض البلدي اشتغل 81 جنيه، وهنا رفع سعر البيض البلدي شويتين. عشان تعرف أسعار الدواجن جملة وقطاعي تابعنا على صفحة بورصة المنصورة للدواجن إدارة الحاج عبد المغيث، وفعل زر التنبيهات واضغط اللايك، ولو في أي تعليقات اكتبوا هنرد عليك. وعشان تعرف معلومات كتير عن تربية الفراخ تابعنا على قناة رئيس جمهورية الفراخ على اليوتيوب، تعرف قصص وحكايات وحوارات. بنحبكم في الله، وربنا يجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله، ونشوفكم من خير لخير. وما ننساش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.